رحنا نصليو الفجر لقينا واحدة تطلب، ايماجيني هذه جات صلاة الفجر تطلب يعني وشنو؟ اقسم بالله غير لابسه حجاب خير من امها. اني موبيري اني رحت العين والمانه ديت بنتي صغيره الكارديولوج او دخل ثم وزيد قال لهم نفس القصه. واحد السيد هكذا هو ومرته وعنده 7 ذرالي والله ما عنديش ولاد صغار، جايبهم من وراء بعضهم تعيلي 3 سنين 4 سنين 5 سنين، حاطهم ثم في ليل كيما هذا ويطلب بهم. تسول باش دير فيه خير وشنو تشوفوا شنو المشكل تاعو، راهو جوعان نشبعوك، حاب تلبس نكسوك، دراهم واش دير بيهم؟ جوني في النهار 3 4 اما على بالك واش ندير له؟ اركب دوك نوصلك للسان تي في ونشري لك بي وراك رايح وكاسكروط وتروح، يقول لي اعطيهم لي سوارد اخرج عليا. نعرفو يجي في الليل فرود يديه بين 7 سنين 6 سنين حتى ل 10 سنين، هذاك يصور في النهار بين 1500 2 ملايين. جمع التبرعات لصالح يقول لك هذا مريض يدير CCP ويدير تصويره ويلبس الدوسار ويجي في منطقه نجمعوا لهم 3 ملايين 3 ونص 2 ونص. كان نتمنى من الدوله يطبقوا القانون هذا تاعو، هو كاين قانون تسول. السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خفيفه ظريف، ظاهره سلطنا عليها الضوء البارح في بث مباشر كان على التيك توك وعلى الفيسبوك، حبيت نشاركها معكم اليوم وندي منها مقتطفات. ظاهره ارقت حياه المواطنين وشوهت صوره المجتمع بولايه سطيف وبكل ولايات الوطن وبكل البلديات، اللي هي ظاهره التسول. هذه الاولى. الثانيه ظاهره جمع التبرعات بدون ترخيص، الجماعه اللي راهي يتلم في الصوارد بدون حصولها على رخصه قانونيه. والحاجه الثالثه اللي هو النصب اللي راهم يقوموا به جماعه اللي يجيو يقعدوا في مفترقات الطرق وفي الممهلات وفي الطرق الكبيره ويلبسوا اللي يجي لي هذوك الجون هذوك ولا اللي يجي لي فير بيستاش، ويلموا يهزوا معاهم الحصاله تاع النقود ويعلقوا فيها اسم لربما يكون مريض وهمي، ويوزعوا قصصات على الناس على اصحاب السيارات ويحكموا عليهم الدراهم. وهذه راهي هنا في سطيف راهي موجوده. انا حبيتكم تقعدوا معايا في هذا الموضوع هذا باش تشوفوا الناس اللي دخلت معنا وش قالوا حول الموضوع. جماعه من سطيف، من وهران، من العاصمه، من قسنطينه، يتحدثوا معنا ويعطيونا في قصص عاشوها ووقفوا عليها هما. نتبعوا مع بعضنا ثم لا نعودها. تفضل عادل. حاليا النساء هذوك اللي تهضر عليهم في 3 جاوا صباح سوق طوموبيلات. جاوا صباح ومعاهم ولاد صغار. ما معاهم حتى مزيود في البوسات. جابوا معاهم مزيود. على بالك باللي هنا يقدر اي كان يبوزي بلانت على جال مزيود هذاك تاع البوسات. وي. وعلى جال ولاد صغار 3 4 بدا يبرد الحال. وهما راهم يطلبوا بهم والولاد يمرضوا. وانا صارت لي قصه معها واحده كانت تطلب ب2 ولاد توام كيما البيسيار. بيسيار في البلاد. جيت عاقب ثم وبرد، كان نهار برد يعني نقول لك. وهي قاعده وحاطه 2 ولاد يا ربي شهرين في عمرهم والله مقمطين. انا ما هدرتش معها، رحت لتاع السيزيام، جبت تاع السيزيام قراب من ثم عيط لهم، جاوا الحق تاع ربي جاوا هزوها داوها طلعوها للسيزيام، طلعوها للسيزيام. من بعد عيطوا لتاع السونترال داوها، قالوا لي تحب تتبع لافير تبعها. هاك معنا تشوفوا واش صرا. فينالمون لقينا المراه هذيك من تبسه هي وراجلها جاو كراو في طنجه ويطلبوا، جاو يطلبوا لهنا واحد ما يعرفهم وتزيد تطلب بالولاد صغار. هي تطلب الولاد صغار. تحط الولاد الصغار. قلت لك يا ربي شهرين في عمرهم. شوف هذه اللي راك تحكي عليهم انت، قلت لك انا شفتهم قداه من مره عادل. الجماعه يخدموا السوق، انا نشوفهم في الفاروج تاع السيسون. صحيح. ونشوف ودي فوا يجيو الفاروج تاع بوعروه وتاع اليمين. فوالا تاع بوعروه. تاع بوعروه اليمين ما نعقبش انا ما نعقبش من فم بزاف. تاع اليمين لهم يحطوا دائما يجي يوصلهم بالسياره. انا واحد من الناس بلغت عليهم. جابهم صباح حطهم في الدخله تاع السوق وراح. جا حطهم في الدخله تاع السوق وراح. جاب حطهم في الدخله تاع السوق وهبطوا معاهم الاولاد، واحد في البوسات و2 ولاد، الله ربي على 2 ولاد صغار. هذوك راهم رجال ما يخدموش، النساء اللي يخدموا بالطلبه ودراهم كبار. شفت الناس حاطه الطلبه هذه ما فيهاش دراهم، فيها دراهم كبار دراهم يعني ما شاء الله يعني.
راهي كي يجيبوا الصرف دو طونزون طون، كي يجيو لي سوبيرات يجيبوا الصرف، راهم يجملوا بال5 ملايين في النهار، بال6 ملايين صرف. هاك شفت الله بلا هذه بلا المواسم في الايامات نورمال. او في المواسم على بالك باللي في رمضان وفي العياد ايه عرفنا رمضان والعياد يزيد ثاني قلب تاع الجزائري يزيد يحن بزاف. الله يزيد يحن، سورتو في رمضان يزيد يمد، باش ما يغفر لنا ربي. صرات لي تحت قرواني كانت واحد المراه تطلب بزوج توام، دوكا كبروا البنات هذوك. عندها وقت؟ عندها وقت دوكا كبروا البنات هذوك. هذوك جيت تحاول تضربهم باسكو هربوا لها، كان الكيس صغار هكذا. كنت انا والمراه نحيناهم لها، بعد جا هذا الراجل شافني قال لي واش هي؟ قلت والله تحاول تضربهم، قال لي في وجهها، قال لي هذه كل يوم جيت تجمل عندي، قال لي كيما تجمل ما تجملش، قال لي حاطين فينا 100,000 900,000 يوميا في النهار. وقال لي عندها فيلا فيها شوف الجداد، قال لي على الطروازيام، قال لي يجيبها راجلها ويروح. دوكا كنا راه قد لقيت بناتها كبروا دوكا متسويام. سبحان الله لقيت سويرتو في الفيسبوك حاطينو كونكو في سبيطار في وهران، ومدير نيميرو CCP اللي يحب يعاونو رايحين يديروا له عمليه، وهو والله غير هنا في سبيطار تاع ستير. خويا تفضل. عبد الحليم واش راكم لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. عبد الحليم كاين واحد برك او يلعبها زعما مريض عنده كونسير ويدور تلقاه في الجامعه في الترامواي، وكي ينصحوا ويخش الحوانت، كي ينصحوا الناس يقول له اخرج لي من البيت يحرج فيه يبدا، او يلعبها مريض زعما بالكونسير. هذاك ثاني هو تسول. وكاينه وحده عندها طفله، هي مريضه مسكينه تقعد تولي السونترال، مريضه تقعد تولي السونترال، يعطيوها مسكينه عندها طفله، نحاولها الطفوله هذوك نحاولها زوج بنات ديزا وعندها طفله. على بالك نحاولها زوج بنات وكسك على بالك القانونيه منع صديقي او نورمال. هي مريضه. انا حبيت نقول لك واحد الحاجه، هي مريضه وعندها طفله تطلب بها، يجي واحد في الليل بالطفطافه يدرق وجهه وينحي لها الصوارد تخدم عليه مسكينه. سبحان الله. وسمع حياة هذا الطلاب هذه، وسمع حياة. والله نتمنوا من السلطات تولي عليها وتنحي تشوف كيفاش دير الاخ حليم. بارك الله فيك حبيبي. وليد تفضل. وملاحظه برك الاخ حليم، ملاحظه برك، كاين مسكين هذاك او مسكين معوق يقعد تولى المول، او باين حالته حاله مسكين هذاك يبيع زعما لي بابي مشوار والعلم لكم شايفينه يقعد من العشوه لعشوه. شوف انا نقول خويا حاجه برك، دوك واحد اللي يبيع البابي مشوار ويبيع العلك ويبيع كذا هو محتاج ولا غير نشري عليه معليش باش نعاونوا. انا حبيت نقول لك يعطيك الصحه، انا حبيت نوصل لك رساله من المنبر هذا برك، حبيت نقول لك اللي يقدر يعاونوا مسكين يعاونوا لله في سبيل الله. هذا عندها يومين في قرواني، تو الفروج جا واحد ثاني معري على الكويس تاعو، وهي عمليه قديمه وجرح مرتاح ومركب واحد الحدايد هكذا على اساس انه مريض. انا ما هو يعني باش الانسان هذا الناس برك، فهمت؟ السلام عليكم. سلام. دوك نعطيك الكلمه، نعطيك. وليد تفضل. السلام عليكم. واش كان يهضر الاخ على هذيك المسكين الطلة اللي تبات برا، هذيك اللي جيت ولد بن باديس. شوف عام داو لها طفل وزادوا داو لها طفله، وعندها ثاني نفس الطفله مرمدتها. هذيك الدوله يوم يديو يهزوها تاع الاسدياف. كاين صحابنا يخدموا في تاع الاسدياف يديوها لصالح باي، والله العلم تهرب لهم. على بالك نقول لك علاه وليد، القانون الجزائري ما يلزمش. ونحكي لك سامحني حبيت نحكي لك، واحد العام كان واحد الطلاب سوري هنا، اقسم بالله غير جاو تاع البلديه غير شهر جاولو مولك والله صار جماعه كبيره طاعوا عليه، والقسم يعرفوها الجماعه اللي يسكنوا في البلاد. الطلبه في الجزائر فيها صوارد. السيكتور هذا اللي تولى الرئيس اللهنا تولي فاروج هذا، كاين كحلوش عنده 4 نساء خويا فارقوا مع اللي فاروج وهو قاعد يختم. شفتها؟ فهمتها الاخ؟ فهمتك. انا نطلب والله غير نقول لك كلمه، بك اختلط كيما يقول لك الحابل بالنابل. صباح رحنا نصليو الفجر لقينا واحده تطلب، يا ايماجيني هذه جات صلاه الفجر تطلب يعني وشني
اقسم بالله غير لابسه حجاب خير من امها. لازم واش نقول لك، انا نتمنى من الدوله يطبقوا القانون هذا تاعو. كاين قانون تسول ماشي يطبقوه. اسمع، القانون كاين، هو يقول لك راني قلت لكم باللي راهو جنحه، راهي جنحه ماهوش جنحه معناتها فيها عقوبه سبحان الله، عقوبه السجن. كانت عندنا براكه كنا كارين هذيك والقرواني نحاوى، كنا مديرين فيها بيتزيريا يا اخي مع جماعه اصحابنا. قدا كانوا يجيو السواري يخدموا نص نهار بركه، جروب يخدم نص نهار وجروب يخدم نص نهار. نجمعوا لهم 3 ملايين 3 ونص 2 ونص نهار. كانت قبل ما يديروا الترامواي يخدموا فور خويا تعير يزيد. ولكن شو الاخ عبد الحليم، انا راني حال في الروتسيلاك، عندي محل في الروتسيلاك تاع الطلبه هذه. اعطيني كاش قصه صارت لك في الحانوت. يا قصص دوك انا كون نبدا نحكي لك، دوك الجماعه ما نخليهمش يحكيو مره. شوف ديجا اكتيالمون دقيقه هذه اللي راني دوك في الدقيقه هذه اللي راني نهضر معاك فيها، ممكن الجماعه يكونوا متولهين اللي راهو عاقب دوك لي جروبمون تاع الجدرميه تاع طنجه. كاين ثم واحد البيتزيريا كذا بينين وصوفت هذيك. اعقب من ثم برك هاني هذا وين عقب تلقاه واحد السيد هكذا هو ومرته وعنده 7 ذرالي والله ما عنديش ولاد صغار، جايبهم من ورا بعضهم تاع لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين، حاطهم ثم في الليل كيما هذا ويطلب بهم، وكان يريح في العشاء ما بقى ولا يريح. عبد الحليم عنده الحق. اعقب ذوك تعقب ذوك انا وين عقبت سمعت انا هذا من الموضوع هذا، قلت والله غير نعقب نشوف ترى نضرب طله. هاني لقيته مريح لهنا، دوك يزيد شويه تقول لي 10 يتحرك، حافظ البروغرام تاعو. او قال لك هو اللي فرار، او قال لك سون كومونتير، قال لك راهو قال لك في الليل يجي فرود يديها وبالك يعرفه هو. نعرفه يجي في الليل فرود يديه هو ومن تبسها والله، وكي تحبس تسقسيه يقول لك انا جيت وما عنديش وين نسكن وعاونوني، والاخر انا نعطي لك تاكل نجيب لك تاكل ما ناكلش، اعطيهم لي سوارد. وكاين واحد دجان هكذا ثاني، انا صرات لي في المحل تاعي وصلت انا وياه وصلت لوين او جاء او يريح يطلع للجامعه تاع الهضاب نحير كيف يقدر يدخل ليها لداخل ويجي ثم يهز على كرشو كشغل عنده. هذا هو اللي قلت عليه الاخ عبد الحليم، هذا هو اللي قلت لك عليه. اني موبيري هاني كذا. تيماجين توا رحت العين والمان ديت بنتي صغيره الكارديولوج او دخل ثم وزيد قال لهم نفس القصه. انا لهنا هذا هو اللي قلت عليه يطلب عندي في الحانوت زعقتو. هذا هو الاخ عبد الحليم. كي زعقتو واش دار لي؟ دار لي عيطه كبيره ثم في الروتسيلات. هكذا يدير يا اخي، قلت لك عبد الحليم يا اخي، قلت لك يدير لك واحد السمير وطرمو معاك كان بك انا مالف بالعفايس هذو والاخر ثم ونسكن ثم انا نسكن ثم في الروتسيلات. تسمى الجماعه تاع الكارطيه عرفوه. هكذا يدير الاخ عبد الحليم هكذا. شوف هذه كل باش يتعاطفوا معاه ويمدوا له يدير لك واحد السمير تولي تحس انت الغلط. المشكل دوك الناس يتعرف. السلام عليكم. تفضل سلام فارس، نعطيك الكلمه. تفضل سون كومونتير تفضل. المشكل دوك الاخ عبد الحليم الناس يتعرف الناس هذو والدوله تشوف فيهم بصح ما دارت لهم حتى حل الاخ عبد الحليم. حنا نوليو نشوفوا ما نقدروش بصح اسمح لي كيما في الترامواي الاخ عبد الحليم يطلعوا من الغرب يقول لك ما عندناش وعاونونا وتبرعات وعمليه، هو يكذب في الكذب الاخ عبد الحليم. كذب اكثر ذوك ولاو ديجون لاباس عليهم والله يا صحته غير يريب بها حي ويجي يقول لك طاحت بيا انني من لاباس عليهم وكاين لاباس عليهم فهمتني راهم لاباس عليهم كامل. كاينه مسكينه الاخ عبد الحليم ملاحظه برك، كاينه مسكينه هذيك اللي تبات برا تبات واقفه هذيك، هي ساعات والسبيطار ساعات والميكاطور زي مسكينه كون تشوفوا لها حل الاخ عبد الحليم تاع عندك تسمى لما تقدر تبلغ الرساله والله ما لقينا. شوف دوك نفهم صاحبي ونفهمكم وكل اللي راكم تتبعوا فيه. شوفوا القضيه تاع هذو لي زازديات هذو اللي هما اللي بدون مأوى، الاشخاص اللي بدون مأوى كانوا ما نحبش نمد انا ما نسيتيش البلايص باش الناس ما نحرجوش الناس. المهم كانوا فيهم 3 نساء وفيهم 2 رجاله اللي تكلمت انا شخصيا معاهم، لقيت باللي مديريه النشاط الاجتماعي تروح تهزهم وتديهم، ولكن القانون يا جماعه اللي موجود ما يقدرش يديه بالقوه، ما يقدرش يفرض عليه. فهمتني؟ سيرتو فهمتك. شوف دوك اللي صغار ويقدر يديهم هذوك الطفوله المسعفه او يقول لك تحت طائله القانون
مادام راه قل من 18 سنه نديه ندخلو ونحطو. الكبير راه يهزو ويديه ويقوموا به ويدوشوه ويحطوا له كلش، ومن بعد غدوه غير غدوه يوم يومين تلقاهم خرجوا. كاين حتى اللي باه يديوهم دار تضامن، تعرفوها دار تضامن، وما يحبش نعرفوها وما يحبش يروح، يقول لك ما نلقاو كيفاه ندير لهم، وحنا القانون يمنع علينا باش نهزوهم بالقوه، والله باه نحكموهم بالقوه، والله نتكفلوا بهم بالقوه. كاين اللي يحب الشارع يبقى في الشارع ويذوق المشكل وراه. راكم شفتوا الخطره اللي فاتت انني بارطاجيت فيديو تاع طفله هذيك اللي في عمرها 18 سنه وهي طيشها راجل لمها وصار لها مشكل وقاعده تدور في البارك، وزاد ثاني طفل طيشته امه من البيض طيشته في الحديقه تاع التسليه. ولات الطفله هذه اللي ما عندهاش دار وما عندهاش اب وام تكفلت بالطفل اللي ما عندوش ابو وامه وقعدوا في زوج في الشارع. هاي قصه راهو شكون اللي دار الفيديو معاهم، داروا معاهم عيسى جيرار اللي كان عدتوا تعرفوها، وداروا في لاباج تاعو، هزيتو انا حطيتو عليه. الاخ عبد الحليم وي خويا، المخلوق هذه اللي قاعد يهدر عليها، هذيك اللي تبات واقفه هذيك، هذيك مسكينه راهي مضطربه عقليا، وهي تسكن في اللهنا في سانسون، والاهل تاعها تسمى هضروا معاهم وقالوا لهم رانا ما قدرناش نتحكموا فيها، راه هي تسكن مسكينه اللهنا في سانسون، والاهل تاعها كيما داروا معاها ما قدروش. تسمى هاو البروبليم وين؟ مشكل. والمشكل هذه كون تروح ليها، كي تروح ليها عبد الحليم، كي تروح ليها تقول لها هاكي صوارد او ما تحكمش، كي تقول لها هاكي ماكله هكذا، مسكينه مريضه ما عمبيليش انا واش والله غير ديفوا تعطي لها صوارد والله ما تحكمهم. هذيك عندها اضطرابات عقليه. ربي يشفيها. عبد الحليم كما ذكر لي فرير، هذا لي فرير ذكر على الاضطرابات العقليه. اذا راك تلاحظ الاخ حليم، انا نشوفوا بزاف مساكن شباب ولاو مضطربين عقليا، وكل ما نعاونوش وما نديروش، ما نعاونوش بعضانا وما نعاونهمش، راح يروحوا للهلاك مساكن. نصهم في الشارع فيهم. انا راني مساكن شباب يهضر وحده ويضطرب عقليا. والله غير نشوف في شباب مساكن والله غير دخلوا اللهبال، والله غير ديجان دخلوا اللهبال الاخ حليم. 25 سنه ربي يجيب الخير. دوك ترى نعطيو الكلمه فارس، دوك نعطيك الكلمه. فيليب تفضل. فيليب الله يحفظك. السلام عليكم. سلام فيليب. وين رحت فيليب؟ وين رحت؟ راني غير هنا من داك. ماكش هنا فيليب. لا والله راني في التراب الوطني هاد الايام. يا مليح، مرحبا بك خويا. الله يسلمك. يلا والله غير هذه الظاهرة كثرت، ونحكي لك عباك بالأخص في العاصمة راهم كاين شبكات دولية تاع تسول، نحكي لك بالمعنى الكلمة، شبكة دولية للتسول، من بينهم تاع المشرق اللي هما الأكراد هادوك، وعندك تاع الأخر تاع الأفارقة هادوك. أراهم شوف شبكة ما كان، أراهم شبكة وراهي فيها على بالك تاع التحويل تاع عملة وتهريب وكذا. نزيد كما قالوا من هذا المنبر نغتنموا الفرصة، الإنسان اللي يحب يدير الخير، كي تلقى انت المتسول هذا المتسول باش دير فيه خير وشنو تشوفوا شنو المشكل تاعو، راهو جوعان نشبعوك، حاب تلبس نكسوك، دراهم واش دير بيهم، يعني نحكوا بلا لوجيك. وكما قالوا اللي حب يدير الخير الأقربون أولى بالمعروف. وي هذه أنا معاك فيها. عندك كل واحد فينا هنا اللي رانا حاضرين في 100 وزيادة، كل واحد يلقى عنده واحد بالك في العائلة، لما ماشي في العائلة في الحي تاعو، تما راح تعاونوا لوجه الله وانت مطمئن باللي راك تعاونوا باش في الخير، ماشي راك تعاونوا باش عباك. حنا هنا في العاصمة حكاية واحدة أخرى، يجوا لك بواحد الهيئات وهما مدمنين. أنا ما دخلتلكش لهذاك الصنف واحد آخر، مي نطبقوا القاعدة تاع الأقربون أولى بالمعروف. هذه نأكد لكم، واللي ما تعرفوش عاونوا بالأكل بالطعام ولا باللباس ولا ديه دوش له ولا حفف له، راك مأجور أو يفيس ولا ماوش يفيس، انت سقمت هيئة تاع خلق ربي وأطعمت جائع. أنا هذه من عندي وإليكم الخط خاوتي. راني في الاستماع. قول لي. خليني نطرح لك سؤال وجاوبني حبيبي. تفضل. فيليب قد راهو يدخلوا ثم في ألجي قد يدخل واحد كيكون متسول في النهار؟ حنا في ستيفو اسمح لي، حنا في ستيفو معطاونا شفرات وقبيله والده وهضر والجماعه عنده الحق. اسمع قال لك راهو يجيني حتى 900 مليون 800 1200 3 ملايين 5 ملايين. اي ضربه.
شوف الضربة انتم الضربة تاعكم صغيرة، احنا الضربة تاع العاصمة كبيرة. علاه العاصمة معناتها كاع الولايات رانا مجتمعين في العاصمة، معناتها احنا 58 ولاية نجو، معناتها فاعل الخير كل يوم يتبدل. في سطيف ينحرق بصح في الجي ما يتحركش، العباد يتبدلوا، راك فاهمني؟ احنا بالك السكان تاع الاحياء نشفاو عليهم، اما العابر راك انت مثلا غدوة تجي الالجي عندك كوارط كذا تروح ما تجيش تلاقى به. بصح انا نشوف انا عندي كعباك عندي محلات تجاريه كانوا يجوا لي الافارقه. باش نعطيك معلومه، شوف الشفر بالتقريبيه قد ما يكون الطفل الافريقي صغير في السن قد ما تكون لاروسه تاعو كبيره. هاي انا نعطيها لك ستاتيستيك. اسمع وزاد طاح في الجزائر للبوحنين. شوف على الاقل الطفل الافريقي الصغير هذاك هما عباك ما تقدرش تعرف اللاج تاعهم، بصح شغل زعما بالتقريب يكون حوالي من بين 7 سنين 6 سنين حتى 10 سنين. هذاك يصور في النهار بين 1500 2 ملايين. هذوك الفئة الثانية تاع من 12 ل 15 هذوك راهم يصوروا 700 900 1100. والكبار هذوك شغل خلاص يولوا يجيروا هما يجيبوا الصغار. علاش لك شبكة هما يولوا يجيبوا الصغار ويعسوا عليهم من البعيد، كل واحد عنده 4 5 تاوعو راهو يجيري فيهم. ثم فيليب قادر يكون واحد يولي يكري الاولاد على ماليهم على بويانهم، يولي يكري بنو يكري طفل يا مريضو يجيبوهم من افريقيا، راك فاهمني؟ ونجيبوهم من افريقيا يطلعوهم لهنا المدن الكبرى ماشي غير العاصمه. كيما سطيف مدينه كبيره تما راح يكونوا فيها، قسنطينه مدينه كبيره، عنابه، وهران، هما ما يدوروش في المدن الصغرى على بالهم باللي يتحرقوا فيها من بعد ما فيهاش رزق يولوا يوكلوهم يشربوهم وخلاص حكايتهم. بصح في المدن الكبرى العابر السبيل يمد الدراهم ما عندوش الوقت. عباك تكون مدينه صغيره كي يكون فيها واحد هكايا ندمجوه معانا في المجتمع حتى يولي وليد حومه كيما نقولوا بالعاميه، ياكل معانا يشرب معانا ما يوليش يبان متسول. بصح في المدن الكبيره ما عندكش الوقت انه انت تجري به، انت ديجا جيت للمدينه باش تقضي صوالح وتروح تما واش تدير؟ تعطي له الدراهم وتروح. ما لا انا ننصح من هذا المنبر، تحب تدير الخير وكلو كسيه دوشلو حففلو، قال لك راني مريض رجلي ورجلك نديك للكلينيك اللي نعرفها انا ادخل، حطوا الاردونوس خاوتي يديروا له كلش خالص عليا، تشوفوا كشي يهرب وحده ثم يبان المحتاج. والمحتاج حنا جزائريين ونعرفوا بعضنا، المحتاج تاع الصحه عمره ما قالها يدي والله، غير حتى حنا نفرصوهم ونديروا لهم فيديوهات ولا باش يحشموا المحتاجين، والله غير يحشموا. ما لا طبقوا القاعدة تاع الأقربون أولى بالمعروف، وبإذن الله نقضوا على هذه الظاهرة راهي داخلة على المجتمع تاعنا. تفضلوا خوتي. يعطيك الصحة. فارس تفضل خويا. مساء الخير فارس مساء الخير تفضل. السلام عليكم. مساء الخير أخ عبد الحليم. مساء الخير أستاذ فارس تفضل حبيبي تفضل. واش راكم لاباس بخير؟ والله غير نعمة الله يخليك الله يعطيك ما تتمنى. امين ان شاء الله. الحمد لله اخويا اخ عبد الحليم. نشكر كامل المتدخلين على هذه الشهادات الحيه، ولو انه انا اليوم راح نقول لهم راكم غالطين وراني ضدكم، لانكم ما بلغتوش، لانكم العمل تاعكم ما قدمتوش وما قمتوش به في حينه. انا نقول لك والله يا اخ عبد الحليم، الدوله يا حليلها، الدولة واش راح تكافح واش راح تخلي. راك شفت عصابات الأحياء، راك شفت ظاهرة التسول، راك شفت المخدرات، راك شفت راهي آفات، راهي كما قال لك رانا نحاربوا في ظواهر غريبة وغريبة جدا علينا على المجتمع تاعنا. لذلك أنا ديما كما التدخل تاعي نقول لك الحلقة المفقودة هو المواطن. إذا كان المواطن ساهم وقدم، أنا حبيت لو كان هذه الشهادات الكامل تاع الأحياء تم تبليغها للمصالح المعنية ونقوم عليها الحجة، لأنه دير في بالك باللي مصالح الأمن سواء الدرك أو الأمن الوطني راهي تسجل هذه التبليغات، وراه مطالب أنه يتدخل، يعني مطالب بتحقيق النتائج. ظاهرة التسول الأخ عبد الحليم أنا نعطيها لك من الجانب التحليلي. كاين 3 أنواع، كاين التسول تقليدي، وكاين التسول الإلكتروني، وكاين
التسول اللي يكون وراءه تنظيمات او منظمه اجراميه. التسول التقليدي راه قلت انت، راه قلت لهم بلي كاينه هي جنحه، يعني راك اصبت وبارك الله فيك. الماده 195 راه من قانون العقوبات راهي تقول انه العقوبه تاعها من شهر الى 6 اشهر كل من اعتدى على التسول. يعني التسول هذا مش اول مره يعتاد، كل مره وين نلقاوه هنا يكون في حاله العوده. جاء تعديل اخر اللي كان فيه التسول عن طريق الاطفال او القصر. القصر بما يقول كاين قانون تاع 15/12 حمايه الطفل يحميهم، والماده 15 195 مكرر راهي نصت على انه تكون العقوبه من 6 اشهر الى 2 سنين. التسول اذا كان في عن طريق كما راه يقولوا الاخوه افارقه او مثال سوريين او حتى جزائريين، يكون في عن طريق مجموعه كما نقولوا اجراميه، راه يروح حتى ل10 سنوات. كاين طريقه اخرى للتحايل، كاين الاخ عبد الحليم طريقه اخرى للتحايل عن طريق جمع التبرعات لصالح يقول لك هذا مريض لمرضى او بيداوي، ولكن في ارض الواقع هو يدير تصويره ويدير CCP يدير CCP ويدير تصويره ويلبس الدوسار ويجي في منطقه، انا نعطيك لي ديتاي تاع الديتاي، يجي في منطقه مثال تكون خفيه على مصالح الامن، مثال بعيد على كاميرات المراقبه، ويجيب. انا حكمتهم، انا شخصيا سالت مع واحد في فرماتو، سقسيته قلت له انت منين؟ قال لي مقسنطينه. واش راك دير هنا؟ قال لي والله غير راني نطلب منها هاني كيفاه فارس هذوك انا حكمتهم، بارك الله فيك. هذوك انا حكمتهم، تحب حتى نعطيك السياره؟ هذوك انا حكمتهم، هذوك شوف راهم يجيبوا معاهم طفله، هما في 3 ومعاهم طفله. بارك الله فيك. ويديروا لي جيلي هذوك فير بيستاش وهزي للغوطي والماتريكول 25 قسنطينه. هذوك هما اللي كنت نحكي عليهم في بدايه الفيديو، قلت لكم شفتهم في الحاسي كي قدمت تقريبا نقدم ليهم انايا، كانوا في الطريق نورمال كنت نشوف فيهم. جات الطوموبيل تاع لابوليس عاقبه رايحه للعلمه ولا رايحه شي وين، راهي رايحه تاع لابوليس ماشي جوندارمري. جات فايته تشوف كيفاش راحوا زربوا راحوا ركبوا في الطوموبيل وديما راهو مشاو. انا فين عرفتهم باللي هذو راهم ما عندهمش. الاخ عبد الحليم من خلال التجربه والاكسبيريونس انا نقول لك هذوك مسبوقين قضائيا، هذوك مسبوقين قضائيا. هذاك عاد ديرو بري جوستيس في وجهنا عرفوا، ما تكسرش راسك. وسبق وين تلاقيت انا بواحد وكنت في حاله كما نقولوا في واقعه حضرت لها شخصيا، وبعد التحريات لقينا مسبوق قضائي من ولايه البرج ولابس الدوسار وجاي يجمع التبرعات، والدوله اتخذت مع الاجراءات، يعني مصالح الشرطه. قلت لكم راهم يهربوا شويه المناطق اللي معزوله، مناطق الدرك الوطني شويه ناقص كما نقولوا التغطيه فيهم، يروحوا الفم. لكن لما تكون مناطق الكاميرا يكون تتبع، يعني كما نقولوا يكون فيها التبليغ. لا قلت انا الاخوه لازم يكون التبليغ في حينه، لانه لا يطلب يروح يبعث له الدوريه يلقي عليه القبض ويطبق عليه الاجراءات. يعني هنا لازم الانسان يكون حريص ويكون فاطن. فارس الجماعه عطاو لي معلومات باللي راهم يلموا اموال طائله، راه يروح بروسات كبيره يعني. باين يا الاخ عبد الحليم، باين. نعطيو الوالد راح يتدخل. تفضل الاخ فارس. السلام عليكم. سلام. والله حبيت نقول خويا كاينه مراه دوك في 2014 دوك تهز طوموبيل تطلع تلقاها قاعده في الفاروش خويا، البرد الجليد احمر، عندها راجلها والله ما بي شكون، انا يجي يهزها جوي 12 تاع الليل، انا شفتهم بعيني، سامعني نهضر لك بعيني شفتهم. الدوله واش نقول خويا فارس، يجيو يزعكوهم دي فوا يديروا بصح كيما قلنا حنا نورمالمون خويا انا حاكمك تطلب طفل نحي لك ونجرمك ب10 سنين حبس ندكك ترقاب خويا. والله راني غلط خويا فارس. شوف الاخ وليد،
او دوك راني هبطت على جالك للرئيس باش نوليك لك حال شاني ما لقيتهمش واقيلا لقطوهم داوهم والله غني تولى الرئيس دوك راني هبطت على جالك يا اخي معليش نحل لك مكان معليش جماعه سمحوا لي دقيقه برك، ما تتذكروش لو ان البشره راهو يتسينيال اللايف، قولوا افارقه قولوا كذا، هذا هما وين يريحوا هنا وين يريحوا، هذا هي بلاصتهم. كاين واحد متزوج 4 نساء، اسمع كاين واحد متزوج 4 نساء ولي حاكم السيكتور، انا ما نعرفهمش، يحكي لي واحد لاليمونطاسيون يجيو يجملوا عنده والله غير يضربوا غير الماكله المليحه بسماتي يشريوا الكونديا والله غير ما تقلشين، يجيو يجملوا الصرف، اسمع يجيو يجملوا الصرف ويدير لهم بوقضيه بواحد 200 300 الف وجري راك تشوف هذا. وحنا مسكين ما احنا ما نقولوا، وكاين واحد مسكين تلقى خدام شهر والله ما ياكل الماكله اللي ياكلوا فيها هما، والله يهدي ما خلق. انا والله نقول لك صراحه راحه والله غير متمني الظاهره تولي ما كانش مره كيما في لاشين يحكي لي نسيبي يحكموك تطلب يشويوك. بارتو ماشي غير لاشين، بارتو. يعطيك الصحه وليد. يوزر تفضل. ربي يحفظك. يعيشك يوزر تفضل. يوزر يزيد تفضل. عبد الحليم السلام عليكم. يوزر مساء الخير. واش راكم لاباس بخير؟ لاباس يوزر يعيش خويا تفضل حبيبي. الحمد لله. والله غير نعرف واحد متسول فات الديبيتي اللي تاع البرلمان هذو، عنده 4 نساء والله يسلك خير من ديبيتي. ايه عنده 4 نساء يجيبهم الفجر في جامع، الظهر في جامع، العصر في جامع، المغرب في جامع، العشاء في الجامع، يصوروا له واحد 700 800 الوحده في النهار. شفتها. ايه عنده طوموبيل فيلا بالكاميرات وكلش، هذه هي خدمته. تعرفوا ترى هذاني تبعته عرفته. وكاينه واحد الظاهره دوكا يجيو نساء، انا عندي حانوت محل يجيو نساء لابسه الجلباب تقول له خويا والله ما عندي بال نروح، يتشوف هكذا انت لابسه الجلباب وهذيك تقول انت نتبع في الكاميرا نلقاها داخله من الحانوت للحانوت، من الحانوت للحانوت، من الحانوت للحانوت، واقصى واحد يمد ريت تقول لك اعطيني غير 2000 بركه بال نروح، تشوفها تعطيها 5000 وواحد يعطيها 10000 وواحد 80000 واحسب انت كارطي فيه 50 حانوت طلعه وجيب الهبطه، يتصور مليون 1200 في الكيك اللي والو. هذه والله غير شفتها بعيني يعني. على بالك شوف حتى في العلمه قالوا لي في العلمه قالوا لي راهم يغليو، في العلمه قال لك ثاني ما قال لك بشكل رهيب. عبد الحليم نحكي لك انا هذا القصه هذا الطلبه هذه راهي ولات ديمودي دوك، راني نشوفوا فيهم كاين اللي يحب يمد كاين اللي يحب يمدش. كاين اللي يهز لوردونونس يجيك توا الفارماسي وكومبليس مع الفارماسي بالذات، يقول لك ما عنديش باه نشري الدواء اوتوماتيكمون. واحد ما يصدقش ما يمدش لهذو اللي راهم يحتاج، يقول لك هذا محتاج دواء نسلك له، يروح يجيب له الدواء، سيدي يروح ويعاود يقلب الدواء لافارماسي. سبحان الله ولا اله. هذوك ولاو يديروا دي تكنيك باه يديو الدراهم للناس. ما نقول لك انا الاخ حليم وشفته اقسم بالله غير بعيني يزيد ياكلها الدود. اخ حليم تفضل. رجل من رجال الامن يقسم مع الطلاب الصرف هذاك يقسموا معاه، والله غير شفتها بعينيا في الجزائر العاصمه مش في سطيف، في الجي سور الجي، والله غير شفتها بعينيا تول البور. الطلاب هذاك يروح يطلب الزماكره مساكن. اسمعني نحكي لك الحكايه كيفاه. تول الخرجه تاع البور كي يخرجوا الزماكره الطلاب هذاك يروح يقول لهم يعطيو له هذاك الصرف اللي فوق طابلو دبور الزماكره هذوك 1 اورو 2 اورو 3 اورو، يديه المطاري من بعد من هي للباركينغ اللي من ورا الخرجه تاع البور، وينحيلوا الكثير ويعطيه تعالي شويه بالقليل، والله غير بعيني شفتها والله. ان شاء الله يتحكم، ان شاء الله يتحكم بهو بالاخر، ان شاء الله يتحكموا في زوج. الاخر طلاب مسكين مريض باين مريض صح. يتحكم واش من طلاب مريض باين مريض. اسمع مريض على بالو واش راه يدير يا راجل. هو لا يخليه المطاري لا يخليه باي يكسب معاه، فهمت؟ يخليه باي يكسب معاه، وشفته بعيني هذه يعني اللي ياكل الدود، والله غير ينحيلو في الصرف تاع لورو هذاك بعيني شفته. وكاين واحد قال لك يجيو الجماعه يقول له هذا وين خرجت من الحبس ما عنديش بال نروح،
صح. انا واحد من الناس يجوني في النهار 3 4، اما على بالك واش ندير له؟ اركب دوك نوصلك للسان تي في ونشري لك بي وراك رايح وكاسكروط وتروح. ما يقبلش، يقول لي عطيهم سوارد اخرج عليا. إذا كما تابعتوا يا جماعة هاكم شفتوا واش كانوا يقولوا من أغلب ولايات الوطن الكامل، توحدوا على كلمة واحدة أنها ظاهرة مشينة وأنه نوع من النصب والاحتيال وجب الوقوف والحد منه. ولكن كيف؟ لابد أننا نكون احنا كمواطنين نتحلوا بثقافة التبليغ وتكون إيد واحدة مع الأجهزة الأمنية باش نسهلوا من المهام نتاعها أننا نبلغوا على كل ظاهرة تاع تسول أو كل ظاهرة تاع عملية تم جمع التبرعات بطريقة غير قانونية أو أي شيء يثير الشك فيك وانت ما تكونش قانع به كجزائري بأنه هذا الشيء راهو سليم. إذن تحلوا بثقافة التبليغ، نتعاونوا مع الأجهزة الأمنية باش نزربوا ونحدوا من هذه الظاهرة المشينة. إن شاء الله تكون الرسالة تاعي وصلتكم ووصلت للمسؤولين اللي هم قائمين على الحفاظ على المنظر العام للمجتمع الجزائري. تحياتي لكم جميعا، سلام.